لا يا عم، وانا لا عايش يا عم في كومباوند والدنيا وبوابه، واقعد اقول لي انت رايح فين ومش جاي وجاي منين، واقعد يقول لي بقى فروق صيانه. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ جمعه مبارك عليكم يا رب. علي عبد العزيز معاكم حلقه جديده من سلسله حلقات ليه. النهارده هتكلم عن حاجه يعني ممكن نقول ان هي انترودكتوري شويه، حاجه لطيفه خفيفه، مش موضوع شيق قوي بصراحه، ولكن حاجه لازم الناس تكون فاهماها. هو ليه تعيش في كومباوند، او ايه الحاجات المختلفه اللي انت ممكن تعيش فيها في شرق القاهره. انا هتكلم عن شرق القاهره بشكل خاص، بس الكلام اللي انا هقوله بنسبه كبيره قوي ممكن يتطبق على مناطق كتيره تانية زي غرب القاهره، وزي برضو المناطق الجديده اللي ابتدت تطلع في المحافظات. بالنسبه للاوبشنز السكنيه اللي عندك في نطاق مثلا شرق القاهره، انت عندك كذا اوبشن وحاجات مختلفه بالكاتيجوريز المختلفه بتاعتها. انت عندك العماير السيبريت، عندك ايه الاسكان بتاع الشباب، وعندك الاسكان المتوسط والاسكان الفاخر والمتميز اللي هو تحت مسمى الكومباوندات. تمام، تعالى نمسك حاجه حاجه ونشوف كل حاجه ايه اللي هي بتقدمها. اول حاجه العماير السيبريت. العماير السيبريت بتقدم ايه؟ العماير السيبريت بتقدم منتج خلصان باقل سعر ممكن يكون موجود في او يعني اقل سعر توتال ممكن يكون موجود في الاربع حاجات دول. بيقدم لك يعني مش رفاهيه سكن ولا اي حاجه، هو سكن. انت حاجه بتخش تبص عليها بتشتريها. عماير السيبريت ده ميزتها كمان الناس اللي ما بتحبش تعيش في اي كلوز جيتد كوميونتي، او تعيش في مكان يكون مغلق، فبيلاقي الحاجه الطبيعيه اللي احنا كمصريين يعني متعودين عليها، يعني عماره وشقه والدنيا جميله وبص على ايه ومش هبص على ايه، وخش شوف شقته ويعينها ويشتريها. دي ميزه فظيعه طبعا. لكن عيبها ان انت يعني ما ينفعش تشتريها اوف بلان، ما ينفعش تشتريها السلام سنتين او ثلاثه. لو بتشتري شقه لابنك او يعني شقه ليك تحوش فيها، ما ينفعش تشتري في اي منطقه من المناطق اللي بيطرح فيها سيبريت اوف بلان او استلام سنتين او استلام اي حاجه اكتر من سنه. طالما العماره ما طلعتش قدامك خرسانه وسكeleton ومباني، ما تشتريهاش. تمام ماشي، ممكن تشتري مثلا 6 شهور 7 شهور زي اوبشنات موجوده في التجمع لطيفه جدا. استلام 6 شهور في عماره سيبريت وبتبقى تقسيط على سنتين او ثلاثه، ده لطيف. لكن اكتر من كده لا، لان انت بتشتري في الاول وفي الاخر مع مقاول. تمام، فالمقاول ده ما ينفعش ان انت تشتري معاه ويقول لك والله انا اسلمك كمان سنتين كمان ثلاثه، حتى لو انت بتشتري معاه في عماره والعماره دي هندسيا يعني ممكن تطلع في 6 شهور عادي، ما فيش اي مشكله. و6 شهور ده انت كده مديها براح. لكن هتسال الناس اللي اشتروا في اللوتس واشتروا في بيت الوطن واشتروا في المناطق الجديده اللي في التجمع كلها، كتير جدا جدا اتنصب عليهم، لان بيني وبينك اللي بيبني عماره سيبريت ده في اغلب الاحوال بيكون مقاول، ما بيكونش مطور. ولو هيكون مطور بتاع سيبريت من الشركات المشهوره زي مسكون، زي معمار الاشراف، زي انديل، زي الشركات الكبيره اللي موجوده في عالم السيبريت، فهيكون سعره عالي عشان التقسيط هيحط عليه طبعا فايده. لا الفرق بينه وبين الكومباوندات مش كبير. فلو هتشتري سيبريت تشتري في منطقه تكون موجوده والعماره تكون طالعه، حتى لو طالعه سكيلتون خرسانه بس، نص سنه 6 شهور 8 شهور بالكتير قوي، سنه بالكتير جدا. وتبقى فاهم ان السنه دي مش هتكون سنه، وال6 شهور غالبا بنسبه 80% مش هيكونوا 6 شهور، هيكونوا مثلا 9 شهور او سنه. ان انت بتخش العماره وبعدين بعد ما بتخشها لسه عندك الحته بتاعت اصل احنا هنشغل اسانسير لما الناس تخلص تشطيب، اصل احنا هنعمل مش عارف ايه لما يحصل كذا، فهتبقى عايش اول كام شهر مش مستريح يعني. طيب النوع اللي بعديه انت عندك اسكان الشباب، بتبقى شقق مدعمه نازله من الحكومه، تقسيط على 20 سنه 30 سنه على حسب الظروف يعني، بيكون ليها اشتراطات معينه. دي طبعا ما بتبقاش لشريحه المستثمرين، دي بتبقى حاجه الدوله منزلاها عشان تساعد الناس اللي مش عارفه فعلا تشتري شقق، بقى ليها فعلا اشتراطات معينه. ممكن مش شرط يكون اسكان شباب، هو اسمه الجديد بقى اسكان محدود الدخل، او ده المسمى الجديد بتاعه يعني. فده بيبقى يعني لا اما شاب مقبل على الجواز، لا اما عيله عايشه في ايجار بقى لها سنين وعايز تشتري شقه، لا اما مطلقات او ارامل، ودول بيبقى معظم الاوقات ليهم اعلى شير يعني في الموضوع. فيعني لو انت بتستثمر ابعد عن الحاجات دي، يعني مش عشان هي فيها ضرر ليك. طبعا الحكومه بتبيع حاجه معظم الاوقات بيبقى يعني واضحه قوي فهي بتبيع ايه وايه اللي هي هتقدمه، ولكن عشان حرام يعني الحاجات دي نازله لاشخاص معينه عشان تساعدها في حاجات معينه. وفعلا الناس دي لو انت كل شويه واحد يسحب 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 وحده ممكن تكون مش من حقه، يعني هيتسوحوا. فبلاش ان احنا نتطرق ان احنا نتكلم عليها قوي. هي عامة بتقدم قيمة لذيذة، في منها اللي بيبقى كلوز جيتد وفي منها اللي بيبقى مفتوح زي اسكان الشباب اللي موجود مثلا هنا في التجمع جنب منطقة الحمد. بتكون حاجة لطيفة وحاجة جميلة عادي، مفيش أي مشكلة. بس برضو زي ما قلت لك هي بتكون بتخاطب يعني شريحة معينة. طيب بالنسبة للاسكان المتوسط، اسكان المتوسط ده ايه؟ الاسكان المتوسط ده اللي هو حاجات زي دار مصر، سكن مصر، الحاجات الجديدة اللي نازلة زي ظلال والكلام ده. ده بيكون كلوز جيتد كوميونتي برضو إلى حد ما،
بيكون في امن في البوابات الى حد ما، بيكون عندك خدمات جوه برضو الى حد ما، بيكون عندك جرينري جوه الى حد ما. يعني ايه الى حد ما؟ الى حد متوسط. يعني بيبقى في امن، بس هو الامن ده بيني وبينك يعني مش متخصص قوي، مش شركه امن، هم كام حد يعني وواقفين على البوابات والدنيا جميله وربنا يستر. ما بيبقاش طبعا في بقى فاسيلتيز ولا كلاب هاوس ولا بول ولا الكلام ده كله، بس الدنيا يعني بتبقى ماشيه ولطيفه وعادي. في ناس بتبقى عايشه في دار مصر وسكن مصر وبتبقى مبسوطه، وبيني وبينك احنا مش عايشين في شيكاغو يعني، فقليل نسمع عن مشاكل. بس لو دورت على النت حالات سرقه في دار مصر او في سكن مصر في اي واحده من اللي موجودين، مثلا في الشروق كان في حاله قريبه قوي، في الاندلس في التجمع، في يعني القرون في الامان قوي بصراحه. الحاجات دي كلها هتلاقي حالات بتحصل يعني، كده كده دي حاجات بتحصل وممكن تحصل وارد بصراحه داخل كومباوندات معينه. بس يعني ما بيبقاش عندك مثلا منظومة إطفاء، ما بيبقاش عندك إن أنت مثلا تبلغ البوابة إن في حد جاي، الكلام ده كله ما بيبقاش عندك الرفاهية دي. هو إسكان متوسط كلوز جيتد كوميونتي، بيبقى معظم الأوقات مثلا في حدود مش أكتر من 200 300 400 عمارة، ده لو كده كومباوند كبير قوي يعني. وبيبقى معظم الناس اللي في منطقة واحدة عارفة بعض يعني، والدنيا بتبقى لحد ما لطيفة يعني. ده بيبقى في السعر طبعا أعلى شوية من العماير السيبريت، وقليل قوي بتلاقي فيه حاجات رسال لقطة يعني، ممكن تبقى أقل كمان من العماير السيبريت، بتبقى موجودة بصراحة. بيقدم رفاهية أكبر شوية من العماير السيبريت بس مش أكبر بكتير. وبعدين عندك بقى طبعا آخر كاتيجوري اللي هي الإسكان الفاخر بأنواعه. الإسكان الفاخر أو الكومباوندات بتنقسم لكذا شق. أول حاجة أنت عندك الأشقاء بتاعة الكاتيجوريز، عندك كاتيجوري A و A بلس و B و C. تمام. بتفرق في الكاتيجوريز دي ايه على حسب الخدمات اللي الكومباوند ده بيقدمها او المكان اللي انت عايش فيه ده المفروض يكون بيقدمها، وبتفرق كمان على حسب الشركه والصيانه بتاعتها بعد كده والكلام اللطيف ده كله. وبتفرق برضو على حسب الانواع بتاعت مساحه الكومباوند نفسه. في حاجه اسمها بوتيك كومباوندز، وحاجه اسمها كوزي كومباوندز، وحاجه اسمها ميد سايز كومباوند، وحاجه اسمها سيتي او بيج كومباوند، او سميها زي ما تسميها. الكومباوندات الكبيره اللي كسره ال 500 وال 600 فدان، زي ماونتن فيو اي سيتي، زي بالمز نيو كايرو، زي سراي، زي مدينتي، وزي رحاب، وزي الكلام ده. كل حاجه بتقدم لك حاجه مختلفه. مثلا انت عندك البوتيك كومباوند او البوتيك كومباوند، او سميها زي ما تسميها، هي اسمها الطبيعي بوتيك كومباوند. بيبقى كومباوندات معاك من اول 2 فدان يا سيدي، كام عماره كده موجودين، لغايه 6 فدان، لغايه 20 فدان. بيبقى الميزه بتاعته ايه؟ الميزه بتاعته ان بيبقى تقريبا معظم السكان عارفين بعض، بيبقى الامن عارف كل شخص تقريبا بكل عماره هو ساكن فيها، بتبقى دي بروسيس سهله قوي ان هي تتعمل. الصيانه بتاعت الكومباوند نفسه حتى لو المطور مش كبير بتبقى سهله وبتبقى لطيفه وبتبقى لذيذه، وبتبقى ماشيه يعني الدنيا بتبقى ماشيه وبتبقى لطيفه في كل حاجه. ولكن طبعا بيبقى في فاسيلتيز كتير قوي غايبه عنك، اللي هي بتبقى بتقدم في الكومباوندات الاكبر شويه. طبعا كلوب هاوس عشان المساحه بيكون متواضع، قليل قوي ما بتلاقي جامع او زاويه في الكومباوندات الصغيره دي. قليل قوي ما بتلاقي مثلا بول، بتلاقي ممكن تلاقي ووتر فيتشرز والكلام ده، بس مش على طول بتلاقي بول. قليل قوي ما بتلاقي ان في مكان باركينج غير الباركينج الاندر جراوند. يعني الباركينج الاندر جراوند هو بيبقى الاعتماد الاساسي. لو ما فيش باركينج اندر جراوند بتلاقي ان الطرق مثلا اللي داخل الكومباوند قليل قوي ان انت تعرف تركن فيها يعني. فبيبتدي يحصل لك مشكله، ان انت لو مش مشترك في الباركينج ده بتبتدي ان انت بتمر بازمه يعني. طيب ايه اللي بعديه؟ اللي بعديه اللي هو مثلا ميد سايز كومباوندز، او الحاجات اللي اكبر من 20 فدان معاك لغايه 100 فدان او 150 فدان. سمول كومباوندز دي بتبقى الدنيا برضو الى حد ما لطيفه كصيانه وكده، بس بتبقى اصعب، محتاجه مطور اكبر شويه. بتبقى نسبة الأمان لسه معدل الأمان عالي، لأن طبعا افريج ال 100 فدان ده مش مساحة كبيرة قوي. عدد العماير ما بيبقاش كتير. طبعا بيبقى عندك بقى كلاب هاوس بيكون أكبر. طبعا بيبقى عندك وارد جدا يبقى عندك بول غير البول اللي في الكلاب هاوس. وارد جدا يكون عندك جيمنازيوم، وارد جدا يكون عندك جامع، الكلام ده كله زي مثلا في كومباوند مراسم ما في برضو الحاجات دي. طيب الكومباوندات اللي أكبر منها شوية اللي هي لغاية أقل من 500 فدان، وممكن ناخد معاها ال 500 فدان بعديها، بيبقى عندك طبعا فاسيلتيز اكبر، كلاب هاوس اكتر، باركنج ارياز مفتوحه غير الباركنج ارياز الاندر جراوند. لو الكومباوند فيه اندر جراوند بيبقى عندك جرينري اكتر، بيبقى عندك بوكيتس اكتر، وفرق كبير قوي ما بين التميزات. المتميز بيبقى عامل ازاي، واللي مش متميز قوي بيبقى عامل ازاي، والاقل تميزا خالص طبعا بيبقى عامل ازاي. في فرق كاتيجوريز داخل الكومباوند نفسه، ممكن تلاقي مرحله تحفه، مرحله اقل شويه، ومرحله ومرحله وهكذا.
يبقى اصعب شويه في معدل الامان، بس لسه الدنيا برضو بتبقى ملمومه، بيبقى اصعب شويه في الصيانه، بس لسه الدنيا الى حد ما بتبقى ملمومه طالما المطور كبير وجايب شركه امان كويسه، فالدنيا بتمشي يعني. طبعا بيبقى عندك كلاب هاوس اكبر، احتمال يكون عندك الكلاب هاوس على شكل نادي مش على شكل كلاب هاوس. قليل قوي ما بيبقى فيه مدارس او جامعات او حاجات زي كده في الكومباوندات اللي في الحجم ده. ممكن مثلا في كومباوند مثلا في مستقبل سيتي 400 فدان مشهور قوي، ده اللي انا في دماغي دلوقتي، اللي هو اقل من 500 فدان بس. عارف ان هو يجيب يعني حد يكون جامعه جوه. بالنسبه للاكبر من كده فانت عندك بقى السيتيز اللي هي اكبر من كده. معظم الاوقات بيبقى الكلاب هاوس على شكل نادي، في كذا كلاب هاوس او كذا نادي داخل الكومباوند. بيبقى في كذا كوميونتي سنتر، بيبقى في فرق اكبر ما بين المراحل، بيبقى في امن بيكون اصعب ان انت تقدر تسيطر عليه، بيكون الصيانه اصعب ان انت تسيطر عليها. فعشان كده لو تشتري في كومباوند من الكومباوندات اللي بالحجم ده لازم يكون مطور فعلا اسم كبير، ولازم تبقى فاهم ان انت حتى لو انت بتشتري في اللونش باقل سعر عشان تعيش وتكون مرتاح داخل الكومباوند ده. الكومباوند ده على الاقل هيكون 4 5 مراحل، فلازم تبقى حاطط دبل التسليم. حتى لو المطور محترم مثلا زي صادق، ما صادق بينزلوا بمدن بيبقى محترم بيسلمك في ميعادك وكل حاجه وبالسباكس اللي انتم متفقين عليها، بس عشان تعيش انت مرتاح كالشعب المصري الاسري اللي احنا عارفينه هتحط دبل المده. يعني هو قايل لك 3 سنين تحط 6، لو قايل لك 4 تحط 8 عشان يبقى تسلم مرحلتين 3 تانيين. فبمعظم الفاسيلتيز اللي هي بتخدم على السيتي الكبيره دي او الكومباوند الكبير دي اوريدي اشتغلت يعني. بس فده الفرق ما بين الكومباوندات نفسها. طيب ليه اعيش في كومباوند يا باشمهندس؟ هقول لك ليه. مبدئيا هي بتفرق من شخص للتاني. انت لو انت بالنسبه لك، في ناس بتقول لك لا يا عم وانا لا اعيش يا عم في كومباوند والدنيا وبوابه، واقعد اقول لي انت رايح فين ومش جاي وجاي منين، واقعد يقول لي بقى فروق صيانه واصل مش عارف ايه حصل، وانت ليه ناشر في البلكونه والكلام ده كله وبتاع. انت حر، كل بني ادم حر، تمام يعني كل بني ادم حر واللي هو عايزه يعمله. لو انت بتحب تعيش حياه السيبريت تعيش حياه السيبريت، او وضح للبروكر اللي انت بتتعامل معاه كويس قوي ان انت ما بتحبش الحاجات دي، فوجهك لكومباوند تكون ممكن الصيانه فيه كويسه بس الكاتيجوري فيه مش اعلى حاجه، فما يقعدش كل شويه يغلس عليك يعني. بس الفكره ان انت في اي بلد بره او اي بلد غير مصر بيبقى الكلوز جيتد كوميونيتيز او الكومباوندز اللي بيبقى فيه ديفلوبر ماسكها، وخصوصا لو الديفلوبر ده اسم معروف بيبقى في معظم الاوقات بتبقى بضعف السعر او ب3 اضعاف سعر السيبريت. احنا هنا في مصر الكلام ده مش الوضع خالص، ده مش الوضع خالص. انت هنا في مصر عندك سعر متر في الكومباوندات ممكن تكون اعلى ب 20 او 30 او 40% بس، مع ان هي نفس الخدمات اللي ممكن تكون تقدم بره في الكومباوندات هي اللي بتقدم هنا في مصر. طبعا على حسب الكاتيجوري برضو، عشان ايه ممكن انت مثلا تيجي تقول لي لا ما هو صادق بيبيعوا بكذا. صادق دي حاجه معينه، انا بكلمك على البي كلاس مثلا. الفرق ما بين البي كلاس والعماير الصفر مثلا في الكومباوند مثلا جديد نازل في القرنفل، الشقق فيه مثلا 3 غرف بتتكلم في حدود 9 مليون تقسيط، في حين ان الشقق الاستلام فوري في القرنفل ب 9 مليون كاش مثلا. بلاش خلينا نتكلم عن كومباوند مراسم. كومباوند مراسم ده ممكن نعتبره كاتيجوري ايه كمان، ان هو الصيانه بتاعته كويسه والدنيا جوه لطيفه، ممكن تقسيمات الشقق مش افضل حاجه، تشطيب برده مش افضل حاجه، بس الدنيا ماشيه يعني. الشقه ال 150 متر هناك كاش بريسيل هتلاقي في حدود 8 9، من الشركه هتلاقي في حدود 11 12. في القرنفل متشطبه برده هتلاقيها ب 7 8، ففرق مش كبير. فبيني وبينك بعد كده المفروض ان الفرق هيكون اكبر، بس للاسف ده غالبا مش هيحصل. المدن الجديده كلها متقسمه تقسيم اسكان متميز ومتقسمه تقسيم كومباوندات، فهيبقى على طول الطرح في كومباوندات اكبر من العماير السيبريت، هيبقى اوبشنز في كومباوندات كبيره، وهيحصل مضاربه في الريسيل او في البرايمري زي ما بيحصل اليومين دول في معظم المدن الجديده. انت فارق معاك بيني وبينك زي ما قلت في اول الفيديو احنا مش عايشين في شيكاغو، فانت فارق معاك موضوع ان الامن يكون زياده. انا مثلا عندي مشكله شخصيه بالنسبه لي، انا بنسى كتير كتير جدا بنزل سايب باب الشقه مفتوح او سايب المفتاح في الباب ونمت، يعني دخلت سبت المفتاح في الباب ونمت كتير جدا. بلاقي الامن بيخبط عليا، يا باشمهندس علي انت سايب المفتاح في الباب، يا باشمهندس علي اتصلوا بيا يا باشمهندس علي حضرتك كنت سايب الباب مفتوح واحنا قفلنا الباب. دي حاجه بتحصل يعني. انت عندك النوع ده من المشاكل الهطرقيه، ما يعيش في كومباوندات بتقدم فاسيلتيز احسن والدنيا الطف. بتخاف من الاوف بلان، اشتري مع حد موثوق مسلم قبل كده في الميعاد كذا مره، بالذات في ظلال الظروف الصعبه اللي احنا مرينا بيها الفتره اللي فاتت دي بتاعت كورونا والدولار والكلام ده، فاللي سلم في ميعاده في الفتره دي هو بطل يعني. بس ده كان شرح للفرق ما بين الكومباوندات والعماير السيبريت وكل حاجه، والاسكان المتوسط برضو. ويعني برضو هي هترجع ليك، بس انا
شرحت لك ليه انت المفروض لو عشت في كومباوند ايه اللي تبقى متوقعه، ولو عشت في كومباوند وما كانش ده بيحصل فده مش كومباوند. مثلا زي كومباوندات كتيره موجوده في منطقه ياسمين وبنفسك بتبقى كومباوند، بس هي مش كومباوند ولا حاجه، هي مجرد عماير وحواليها سور تشبه الاسكان المتوسط بس بيبيع تقسيط يعني. والاسكان المتوسط بالمناسبه برضه بيبيع تقسيط. لو انت ما لقيتش الفاسيلتيز دي ما تشتريش لو ما توعدتش على الاقل ب 1.5 من الفاسيلتيز دي ما تشتريش، لان 1.5 من الفاسيلتيز هتلاقي في الاخر انها تقل وتوصل لنسبه 60 70% من اللي توعدت بيه يعني. ده الطبيعي عشان المشاكل اللي بتحصل في وسط الكونستراكشن والكلام ده. فوانت شاري داخل كومباوند خليك عارف كويس قوي الفرق ما بين الكاتيجوريز، الفرق ما بين الكومباوندات الصغيره والكبيره، وانت حياتك إيه اللي بتحب ان انت تمر بيه. انا كعلي مثلا بحب اعيش في كومباوند، بحب اعيش في البوتيك كومباوندز، ان انا جيراني كلهم بعرفهم. مثلا دلوقتي نازل بصور فناس قاعده بتشاور لي وانا بصور والكلام ده جو اسري انا بحبه يعني. لما حصل مشكله عندنا في حاجه معينه كلمنا الشركه يا جماعه حصل مشكله في كذا، تك تك اسبوع وكانت ظبطت، لان هي الحاجات بسيطه والدنيا بسيطه والفاسيلتيز بسيطه والصيانه بتاعتها بسيطه يعني. بس انت شوف انت ايه اكتر حاجه بتحب ان انت تعيش فيها. في ناس بتحب تعيش في كومباوندات كبيره ويكون حواليها مدارس وجامعات ومش عارف ايه داخل الكومباوند فما تقدرش تطلع خالص. في ناس بتحب ان هي ما تعيش في حاجه صغيره قوي بس تعيش حاجه تكون ميد سايز كومباوند مثلا 100 فدان 200 فدان، بحيث ان هو يبقى فيه مختلف فاسيلتيز عنده، او كلاب هاوسز بطابع مختلف، او واحد او اتنين او تلاته كلاب هاوس، بحيث ان لو حصل مشكله في واحد فيبقى اتنين تلاته دول موجودين يخدموا عليك يعني. بس انا علي عبد العزيز كنت معاكم، ولو انت حابب استشاره عقاريه تقدر تبعت لي على الرقم بتاعي او تكلمني، هتلاقيني انا اللي برد عليك، هجاوبك بكل صدق حتى لو مش هتشتري معايا.